بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أسامة يرحب بكم على برنامج ستيب باي ستيب. لنبدأ درس جديد تعلم اللغة الإنجليزية، قواعد الأساسية فيه. كنا قد تكلمنا عن الضمائر في اللغة الإنجليزية واللي هي I, he, she, it, they, we, they, you. الضمائر دي احنا النهاردة عايزين نتكلم على ضمائر الملكية. ضمائر الملكية في اللغة الإنجليزية قبل ما نتكلم عنها ونشرحها هنتكلم عنها من ناحية اللغة العربية حتى يسهل فهمها وتبقى سهلة جدا على أذهانكم وفهمها. زي ما أنا كاتب كده، نتكلم أولا في ضمائر الملكية في اللغة العربية ليسهل الفهم في اللغة الإنجليزية. طيب، مثال زي ما أنا موضح كده وقايل كتاب. على سبيل المثال كتاب، الكتاب ده كلمة كتاب لو دخلت عليه كلمة يه أو حرف اليه هيبقى كتابي. يبقى إنسان بيتكلم هيقول كتابي اللي هو ضمير أنا. طيب، هو لما أقول كتابه دخلت اله على كلمة كتاب فتحولت إلى كتابه، بدل كلمة نكرة كتاب لا بقت كلمة تخص شخص معين، بقت ملكية شخص معين، كتابه. لو دخلت اله ألف على كلمة كتاب هتبقى كتابها، أبقى قاصد بها هي أو ما يوازي شي باللغة الإنجليزية. طيب، نحن كتابنا دخلت الب والنون على كلمة أو نون ألف، دخلت النون ألف على كلمة كتاب بقت كتابنا. مجموعة بتتكلم بتقول كتابنا، أستاذنا، عائلتنا، مدرستنا. نشوف. طيب، لو جماعة غائبين أقول كتابهم دخلت اله والميم على كلمة كتاب فأصبحت كتابهم، ميم دخلت على كلمة كتاب بقت كتابهم، قلمهم، مدرستهم، وهكذا. طيب، الكاف كتابك، أنا بخاطب بقى إنسان قدامي، كتابك، كتابكي بكسر الكاف، كتابكي لو بخاطب أنثى. طب مجموعة قدامي أقول كتابكم، مدرستكم، أستاذكم، قلمكم، وهكذا. لما نيجي نبص بقى هنا كده هنلاقي أنا ضمير المتكلم هيقول عن نفسه كتابي، دخلت ليه على كلمة كتاب حولته إلى كتابي، حولته إلى ملكية. اله دخلت على كلمة كتاب، وهكذا أي كلمة أخرى اسم، كتابه، كتابها، كتابنا، كتابهم، كتابك، كتابك بفتح الكاف لو بخاطب مذكر، بكسر الكاف، بفتح الكاف لو بخاطب مذكر، بكسر الكاف لو بخاطب مؤنث، كتابك، كتابك، كتابكم لو بخاطب مجموعة قدامي. وضحت ان الحروف دي لما بتخش على الكلمة تحولها من كلمة مفردة أو جمع إلى ملكية تخص شخص معين سواء متكلم أو غائب. طيب، نشرحها بقى الإنجليزي بقى إن شاء الله ونوضحها اللغة الإنجليزية تماما زي ما احنا قلنا. في اللغة الإنجليزية اليه تساوي في اللغة الإنجليزية ماي. يجي واحد يتكلم عن نفسه يقول ماي بوك، ماي بن، ماي هاوس، وهكذا. لذلك أنا موضح أهو إن الضمير I بيجي معاه ماي هي اليه، كأنها بمعناها هي اليه اللي دخلت على الاسم، زي ما نقول ماي بوك،
كتابي. his هي اله التي تدخل على الكلمة في اللغة الإنجليزية، يبقى كأني بقول كتابه، يعني أقول his book. his book كتابه his book. طيب لو كان ضمير مؤنث غائب she هي، هقول her book. يبقى هي her بتساوي اله ألف، كأني بدخل اله ألف على الكلمة. her book كتابها، her book كتابها، her بن، her بن كتابها، her house منزلها. لو الغير العاقل بالنسبة مثلا لقطة أو حصان أقول its 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 hair is brown، يعني شعره بني أو شعرها بني. its لأن it غير العاقل، يبقى الملكية its هاي. نا اللي هي نحن، بيتكلموا عن نفسهم هيقولوا our بن كتاب، our بن قلمنا، our book كتابنا، our school مدرستنا، our house منزلنا. يبقى النون ألف هي our في اللغة الإنجليزية. our معناها نون ألف. our their جماعة الغائبين بقول their book، their بن قلمهم، مدرستهم، كتابهم. اله ميم كان دخلت على الاسم حولته الملكية للجمع الغائب. يو برضو زي ما قلنا في العربي بالظبط، أنت أنت أنتم، هي يور بوك، يور بن اسمك. في سؤال دارج أوي كلنا عارفينه، what's your name؟ what's your name؟ ما اسمك أو ما اسمك. أو لو مجموعة قدامي عايز أعرف أساميهم، زي مدرس بيكلم مجموعة في الفصل لسه بيتعرف معاهم يتعرف عليهم، هيقول what's your name؟ فكل تلميذ هيقوم يعرف نفسه ويقول اسمه للمستر اللي قدامه. ادي مثال بوك، خدنا مثال بسيط بوك. فلما اقول my book يعني كتابي، my book يعني كتابي. his book كتابه، his book كتابه. her book كتابها، our book كتابنا. تحول الاسم المفرد النكرة إلى ملكية بإدخال الضمائر الملكية عليه زي ما هو موضح أمام حضراتكم. نكمل بقية الضمائر. هقول their book كتابهم، their book كتابهم. your book كتابك، فتح الكاف عشان بخاطب مفرد مذكر، بكسر الكاف يبقى كتابكي. your book. طب مجموعة قدامي هقول ايه؟ your book كتابكم. في قاعدة هامة جدا بقى في الضمائر اللي احنا اتكلمنا فيها دي، لازم ناخد بالنا منها جدا جدا جدا، ان جميع هذه الضمائر نلاحظ انها بتأتي قبل الاسم مش بعده. your book، your pen، your house، your school، my book اهو بنوضحها تاني اهي my book. اختصار لماي بوك بدل ما نقول كتابي مع ضمير المتكلم انا بالتحديد، ممكن نقول it's mine ملكي عشان ما اذكرش الشيء المملوك. لمن هذا الكتاب؟ ممكن يقول it's mine انه ملكي it's mine، او ممكن اقول it's my book. الاتنين يؤدوا المعنى. it's my book انه كتابي، او اقول it's mine ما اقولش بقى book انه ملكي، ويبقى المستمع عارف انا اقصد ايه بالملكية. it's mine
إنه ملكي. his book كتابه. her book كتابها. our book كتابنا. their book كتابهم. your book كتابك كتابك كتابكم. ونلاحظ إن زي ما احنا شايفين إن كل ضمائر الملكية تأتي قبل الاسم زي ما هو موضح فوق كده، تأتي قبل الاسم وليس بعده، وليس بعد الاسم. ناخد بالنا أوي أوي الكلمة دي ممكن نلاقيها تقابلنا في القراءة. my book تساوي it's mine، أو it's mine تساوي my book. what is this؟ ما هذا؟ it's my book إنه كتابي. أنا ذكرت كلمة الكتاب في الإجابة لما أقول my، لكن ممكن أختصر وأقول it's mine إنه ملكي، إنه كتابي، إنه سيارتي، إنه منزلي. it's mine، it's mine. ودي تأتي مع الضمير I فقط لا غير، ما تجيش مع باقي الضمائر خاصة بيه. في سؤال متعرف عليه دايما وبنسمعه، ممكن أطفال KG1 بيقولوا what's your name؟ what's your name؟ أو your أهي، your ما اسمك، ما اسمك، ما اسمكم، أدي your أهي. واحنا كنا بنقولها بننطقها ولسه ما كناش مدركين ايه معناها. what's your name؟ ما اسمك. يبقى name يعني اسم، لما دخلت يور عليه حولته الى اسمك، ما اسمك. لو بخاطب مفرد مذكر، لما خاطب مفرد مؤنث اقول what's your name برضو، ما اسمك. لما خاطب مجموعة قدامي زي المستر لما بيخش يتعرف على التلاميذ في اول مرة في اول يوم الدراسي بيقول ما اسمكم؟ what's your name؟ كل تلميذ هيقوم يتكلم عن نفسه ويعرف ويقول اسمه. دي ضمائر الملكية. إن شاء الله بإذن الله لنا موعد آخر مع ضمائر المفعول به. ضمائر المفعول به، ودي بنشوفها كتير أوي في الكلام. بنلاقي كلمة my، his، her، our، their، your. وبنبقى بالنسبة للتلاميذ أولادي في المراحل الأولى من تعلم اللغة الإنجليزية أو بيلاقوها في القطعة هم بيقروا في الأسئلة، ممكن تختلف عليهم ومش عارفين إيه المعنى بتاع our وهير. دي معناها يه مع الكتاب، بقت كتابي، دي معناها ه. دي يه كتابي، دي ه كتابه. دي ه ألف اللي هي هير تبقى كتابها. اور نون ألف معناها كده، نون ألف تأتي مع الاسم تغير المعنى بتاعه، يبقى بدل كتاب بقى كتابنا، كأن مجموعة بتتكلم وتقول ده كتابنا، يعني دي ملكيتنا، ده بتاعنا. زير بوك كتابهم اللي هي ه ميم. يور قلنا الكاف أو الكاف ميم. أرجو أن أكون قد بسطت ضمائر الملكية لكم وقدمت حاجة ولو بسيطة جدا سهلت عليكم بعض قواعد اللغة الإنجليزية. وشكرا لاستماعكم، وأرجو أي ملاحظات توافوني بها ومع استكمال المشاهدة والمشاركة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، راجيا من الله التوفيق، وإلى حلقات أخرى إن شاء الله لاستكمال قواعد اللغة الإنجليزية، مع تحيات مستر أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.